السلام عليكم، اهلا بكم مره تانية. طيب الافضل سيت اب للشوت بتاعي ازاي؟ ان انا احاول ان انا اجيب ريفرنس للحركه اللي انا هتخيل ان انا هعملها، او زي مثلا زي ما انا قلت كده حد بيقول باي باي. طيب انا في طريقتين، يا اما ان انا اجيب ريفرنس للحركه بتاعتي دي. الانترنت كله موجود، ممكن اختار الحركه اللي انا عايزها وادور لغايه لما الاقيها وانزلها وابتدي اجهزها ان هي تبقى ريفرنس بتاعي، او ان انا اخش اقف قدام الكاميرا واصورها زي ما انا عايز، واصورها مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه لما اوصل للشكل اللي انا عايزه، وبعد كده ابتدي احطها على الشغل بتاعي. الفيديو انا كنت نزلت البنت دي واقفه بتتكلم، بعد ما بتخلص كلام بتبتدي تغني اغنيه فيها الباي باي ديت. تمام، احنا هنحاول نجيب الريفرنس للباي باي اللي هي بتعملها ديت ونشتغل عليها از ريفرنس، لان الطريقه دي هي افضل طريقه ان انت تطلع الشغل بتاعك رياليستيك ومنطقي. معظم الشغل اللي ممكن تشوفوه وده للاسف منتشر في مصر كتير والوطن العربي، ان الشغل ما بيبقاش واقعي. الشغل تحس ان في حاجه غلط، انت بتبقى كواحد عادي بتتفرج مش حاسس ايه المشكله فيه يعني ليه هو طالع شكله عامل كده. عشان معظم الناس ما بتشتغلش بالريفرنس، بيشتغل من خياله، فزي ما الحركه بتطلع معاه. وطبعا ما بيستخدمش مبادئ التحريك اللي اتكلمنا عليها في اول الكورس، اللي احنا هنستخدمها مع بعض دلوقتي واحنا شغالين، بحيث ان احنا نفوكس عليهم كلهم ونحاول ان احنا نعملهم بنسبه 100% ويبقى وصلنا للنتيجه بتاعتنا مرضيه قدر المستطاع. طيب الفيديو دوت هنحوله ازاي ان هو يخش على ال 3 دي ماكس ويبقى ريفرنس بتاعنا؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنخش، هنيجي ندوس اف عشان نقف في الفرونت فيو. هاجي من هنا واقول كرييت بلين واخليها اشبه ما يكون بالفيديو بتاعي، هي تقريبا كان اتش دي. هخلي السيجمنت انا مش محتاج غير سيجمنت واحده، وادوس كليك يمين عشان اقف على الايديتنج واقفله. هدوس على الماتيريال اديتور اهو، بدوس عليه، وممكن عن طريق الام ادوس ام على الكيبورد. انا بفضل ان انا اتعامل مع الكومباكت، بستريح له اكتر. هختار سلوت فاضيه زي دي مثلا، واقول له assign material. تخيلوا بقى لونها رمادي اهو، ما بقاش لونها نفس لون الاوبجكت. باجي على الديفيوز بقول له هات ماتيريال، وبختار البيت ماب وبقول له اوكي، وبروح على المكان اللي انا عملت اكسبورت فيه، واقول له اتاكد ان انا بعلم على سيكونس عشان يدخل لي كل الصور، لانه ممكن يدخل لي صوره واحده. واقول له اوبن، واقول له كرييت اوبن عادي، واقوم جاي على شو شيدد ماتيريال. هنلاقي الفيديو ظهر معانا، ولو اتحركت على التايم لاين هلاقيها بتتحرك معايا وبترفع ايديها، ويبقى ده الريفرنس بتاعي وانا بحرك. خليه على جنب. اتمنى تكون الامور واضحه بالنسبه لكم، ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله.